من أصحاب جوزي واللي عملوه فيا، والبي واقف يتفرج عليا اللي بيحصل لي. أنا عمري ما تخيلت إن في راجل في الدنيا يقبل يبقى في الوضع ده. أنا اللي عمله في الآخر عمل لي صدمة لحد دلوقتي مش قادرة استوعبها. وعلشان تفهموا الحكاية هقولها لكم من البداية. أنا اسمي أماني، عندي دلوقتي 37 سنة. من 20 سنة فاتت وأنا 17 سنة كنت أجمل بنت في الحتة. جسمي كان فاير قوي، وكنت مجرد إني أعدي رجالة بشنبات كانت تلف وشها معايا ويتلوحوا وأنا معدية. وكان في ناس بتستناني أعدي مخصوص. كنت برنسيسة والكل عايز يسترضيني، وكله نفسه يقدم لي هدية، كبير وصغير، وكله بيحاول يضحكني أو يخليني يلتفت له. بس أنا كنت عزيزة في نفسي قوي، ما كنتش حاسة بالراحة لحد، مع إني كنت مستمتعة باللي بيعملوه. لكن كنت لسه طفلة، وأنا من ساعة ما جسمي كبر، رغم إني كنت عيلة، لكن ماما كانت معلماني إزاي أهتم بنفسي كويس قوي. وأنا كنت تربية الوصفات القديمة، يعني جسمي كان يتعطر بالبخور مش بالبارفانات، واتنقع في مية الورد، وهدومي تتعطر بالمستكة ويترش عليها في الدولاب الريحان والنعناع، وبفتح مسامي بالبخور علشان جلدي يفضل زي جلد الأطفال. وما كنتش أحط على وشي أو جسمي أي مركب كيميائي أبداً. شفايفي زبدة كاكاو، خدودي ووشي دي ونضارته دول ماسك القهوة الطبيعي مع العسل وحمام بخار. فأنا كنت متربية على النظافة وعلى الاهتمام بنفسي قوي. وكمان أمي كانت ست من الستات اللي شاربة العادات القديمة اللي ما بقتش موجودة دلوقتي، وشربتها لي. هقول لكم عليها، بس أقول لكم الأول حكاية البيه اللي اتجوزته. فضل يتقدم لي من وأنا 17 سنة لحد ما بقيت 24 سنة. 7 سنين كل شهر يشوف أبويا يطلب منه إيدي، وأبويا يقول له مش هجوزها غير لما تخلص دراسة. ولما خلصت، هو كان أكبر مني ب9 سنين، كان دكتور وراجل محترم وليه هيبته، وأنا خريجة آداب فلسفة، يعني بكالوريوس. المهم قلت لبابا تمام، هو متمسك بيا، وهو ابن ناس وكويس، وأحسن اللي متقدمين ليا، فأنا موافقة بيه. ويا ريتني ما عملت كده، واتجوزت شريف اللي حسيت من أول لحظة إنه فرحان بنظرة الناس، وإنه شايف في عينيهم يا بختك انت اللي فزت بيها، أكتر من فرحته بيا. بعد ما خلصنا الفرح، أنا جهزت طشت مية دافية وحطيت فيه ملح إنجليزي وشوية خل تفاح ونقطتين من زيت النعناع، وعملت رجليه مساج، وكنت مشغلة بخور وعليها مستكة، وحطيت اسطوانة في الجراموفون موسيقى هادية. وهو استرخى قوي وكان مبسوط خالص، بس كان في عينيه حاجة بتقول إنه مش مرتاح. قمت سبته بعد ما هدي شوية وحس بالراحة والاسترخاء، ومسكت المبخرة أبخر بيها السرير وعطر ريحته والمخدات والفرش والغطا. وبلتفت ورايا، لقيته بيتعامل معايا بعنف واستعجال شوية. حاولت إني أهديه، لكن ما كانش فيه فايدة. هو كان قاصد يأذيني، وده لأنه كان حاطط في دماغه، وده اللي اكتشفته، إنه لازم يبان عليا علشان باقي الناس تحس إنه راجل تمام التمام بقى. قلت له ما تعملش كده تاني، وهو اعتذر لي وقال لي إنه المفروض يعمل كده، وده ما كانش ينفع ما يعملوش، وإلا الناس تاكل وشه. عدى اليوم وجه الصبح، ولقيته أول ما جه الناس بيوريهم حاجات وبيحكي حاجات، وبيحكي إني بغسل رجليه، وبيحكي تفاصيل كتير. وسمعته هو ومامته وهو بيحكي لها همجيته معايا، وبيقلدني وأنا بقاومه، وإزاي قدر عليا، وبيضحك وأمه بتضحك. طبعا أنا عرفت إني وقعت في مصيبة سودة، مش مصيبة بس. قلت هغيره، وفعلا فضلت أحاول، وأنا بحاول أجذبه للبيت وأحاول أحسسه بحبي ليه. قلت مسير المحبة هتغيره، أنا هزرع حب. فأنا حرفياً كنت بقدم حب بطريقة ما تتخيلوهاش. أنا يومياً بمسك هدومه حتة حتة وعطرها وهندمها وافردها على البارد، وافردها بقماشة على نص مكوى، واكوي شرباته وعطرها، وامسح جزمته وعطرها. والأكل يوم كنت أعمل صنفين 3، وكنت بوفر، ما كنتش ست بتضيع الفلوس أبداً. يعني أنا جبت كتاكيت وربيت وعملت عشة، وبقت في سنة 80 فرخة،
وبقي عندي بيت بلدي، وكان بيوزعه على أصحابه هدية. والنعناع والحلبة والطماطم والخيار والبصل والفجل والجرجير، كل ده زرعته علشان أوفر له فلوس. وبدل الفانيليا كنت بطحن نوى البلح وحمصه واستخدمه. وعمري ما اشتريت خميرة، ومن يوم ما دخلت البيت وخميرتي قاعدة في البرطمان ما بتتقطعش. وكمان الريحان والمستكة ريحتهم في كل مكان في بيتي. وبمسح الأرض بمية الليمون، وحط ملح في أركان البيت علشان بيتي دافي ومفهوش رطوبة. وفي الشتاء شقتي دافية وجميلة. وكنت بعمل مشاريب مثلا زي اللبن الدافي الجميل، وعليه نقط من ريحة شجر البرتقان، وكمان عليه فص من لبان الدكر والسحلب، ومشروب القهوة البيضة. وكنت مدلعاه فوق ما تتخيلوا. وعمري ما قلتله في حاجة ناقصة، ولا في يوم اشتكيت، ولا سبت البيت. وبدلك جسمه علشان أشيل تعبه. ودايما محافظة على جسمي، ودايما ريحتي حلوة ونضيفة طول الوقت. وقت ما يطلبني بكون جاهزة، يعني يتهيألي إني ست عامل اللي عليا وزيادة. بس الكارثة كانت في جوزي. فهم تصرفاتي غلط، بقى شايف تربيتي وأصلي وطريقتي إنها مرجلة منه، وإنه حاكم بيته. وكان يحكي اللي بعمله مع الناس الغريبة بره وأصحابه، ويقول لهم دي بتغسل رجليا وبتعمل مساج لإيدي، وقت مطلوبها تيجي، منظفة نفسها على طول. وكلام عن أسرار بيتي، ده حتى عن العلاقة، واللي للأسف كان متخلف فيها. كان عنده أفكار غريبة وبشعة، ودايما كنت بحس إنه داخل معايا كأنه بيأدي مهمة. ما كنتش بحسه عايز يسيب نفسه ويستمتع، لأ خالص. ده صارم شوية في كل حاجة، داخل عنده أهداف معينة، وأهم هدف إني ما يبقاش فيا نفس. وأحياناً كان بيقصد يعمل معايا كده قبل ما ننزل، وممكن يتسبب في أذية ليا علشان أنزل من البيت تعبانة والناس تشوف ده عليا. بس ده كله كوم. وفي يوم أسود لقيته كان عازم أصحابه عندي في البيت، ولقيته بكل جراءة بيندهلي. دخلت له، لقيته بيقول لي هاتي المية، هتغسلي رجليا. الجماعة مش مصدقين إنك بتغسلي رجليا. قلت له طيب لما يمشوا يا حبيبي. زعق وقال لي أنا قلت دلوقتي. ما كنتش عارفة أعمل إيه، بس قلت معلش هيعدي هبله. ورحت جبت المية، وفعلا قعدت وبغسل رجليه، ولقيتهم مطلعين التليفونات وقاعدين يصوروني، وهو قاعد يتفشخر ويضربني برجله. وهو بيقولهم شايفين؟ وفجأة واحد متخلف منهم قال له خليها تبوس رجلك كده وتنشفها بوشها. طبعا أنا قمت ودلقت المية عليهم ورميتهم بره هم وهو. كان زي الفار لما لقاني قمت وهبيت فيه، وده كانت أول مرة يشوف وشي التاني عليه. هو كان عارف إني مش غلبانة، بس ما كانش مجرب. بعد ما طردت أصحابه شر طرده، رجعت لقيته واقف جنب الحيطة وبيقول لي إيه وهو بيترعش. قلت له اللي عملته عيد، ما يصحش تكرره. أنا بنت ناس، وما يصحش أبدا إن يتقال بنت إبراهيم خلف جوزها بيعمل فيها كده. أبويا استأمني عليا، مش علشان تخليني مسخرة أصحابك. أنا بنت ناس عيب، ولو بعمل كده فأنا كنت بعمله حب. كنت فاكرة إن كده بتعامل مع راجل هيقدر اللي بقدمهوله. بلاش تخليني أوصل لمرحلة ما نعرفش نعيش فيها مع بعض. وسبته ودخلت الأوضة بتاعتي. ساب البيت ونزل. طبعا الكام بي بتوعه سخنوه عليا. رجع البيت مش طايق نفسه، وتقريبا كان واخد منشط وحاول يعتدي عليا. وقفته عند حده وقلت له طالما هتني ملكش عندي حاجة لحد ما تراضيني. ووقفته الليلة دي، وقلت خلاص هيعقل. يروح لأصحابه تاني يقولوا له انت هتسيبها تمشي كلامها عليك؟ دي اتفرعنت، اضرب وعاقب، وحتى ولو وصلت اعتدي عليها واكسر عينيها. هو انت مش راجل؟ وقالوا له اطلع دلوقتي اعمل الواجب وانزل طمنا. ومفيش حاجة اسمها إنها مش راضية، لو ما رضيتش تبقى أنت مش راجل. الحيوان كسر فخدي وجاب لي تهتك في العضلات وإصابات محتاجة علاج 6 شهور. لأن البيه لما دخل البيت شدني من شعري، قاومت، راح فاكك ضرفة النيش وضربني بالخشبة وقعت من طولي. شالني بجنون، رماني على السرير. السرير اتكسر لما رماني، وهو مش همه غير ينفذ كلام أصحابه. حاولت أتعدل، ما كانش سايبني. طبعا السرير مكسور وهو همجي، اتسبب لي في كل الإصابات دي.
طبعا بعد ما خلص جري على أصحابه يحكي لهم بطولته. رحت أنا جريت بره البيت علشان أروح المستشفى ألحق نفسي، وما كنتش عارفة إنه قاعد على القهوة هو وأصحابه. يروح يسألني رايحة فين وإيه اللي نزلك أصلا. أقول له سيبني وأنا ببكي. يروح واحد من أصحابه يشدني يلف وشي يضربني بالقلم قدامه. أشتمهم وأنا في حالتي دي، يضربوني وهو واقف يتفرج، وسحلوني في الأرض قدامه. ولولا إن جم أهلي كانوا أصحابه موتوني في الشارع من الضرب. وأنا كل اللي جوايا، أنا عملتلك إيه علشان تعمل فيا كل ده؟ هو أنا غلطت في حقك؟ أنا كنت شايلاك من على الأرض شيل. إزاي أنت كراجل حجر كده؟ إزاي مش بتقدر اللي يتقدم لك للدرجة دي وناكر للجميل كده؟ أنت قلبك ده إيه؟ شلته وحطيت مكانه قوالب طوب؟ حكايتي خلصت، بس عايزة أسألكوا سؤال كرجالة. هو أنتوا فعلا إزاي مش بتفكروا في اللي بيتقدم لكم وشايفينه حق ليكم وواجب علينا؟ يعني إزاي محبتنا وتربيتنا المحترمة تقدروا تشوفوها حق وإنها جزء أصيل في واجبنا؟ والستات عايزة أسألكوا سؤال، شايفة إن في راجل يستاهل تطلعي من جواكي كل أنوثتك وإنتي مستمتعة بده، ولا ما بقاش في رجالة تستاهل؟ ما تنسوش تكتبوا رأيكم في الكومنتات، وبعد إذنكم بلاش تنسوا إنكم تعملوا لايك. وطبعا اللي عجبته الحلقة وعايز يسمع لنا قصص تاني، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس.